من مطعم صيني، واكتر حاجه مميزه فيه ان كل ستاف صينيين حقيقي. ده هيدن جيم. وكمان عايز اقول لكم ان هو بيعمل اطول نودلز. ركزوا في العنوان. التجمع الاول بنفسك واحد جنب البركه مول، والمكان اسمه شاينا تاون. من اول ما تخش المكان هتحس نفسك في الصين، لان الديكوريشن والمكان صيني كله. وعشان تاخد تجربه كامله فانا حابب اقول لكم ان الشيف اسمه مستر ما. اول طبق عملناه هو جين بين شا، ودي نودلز. وتاني حاجه عملناها في المطبخ وهي اسمها جانجو دوتوبان، ودي بتكون عن بطاطس شيبس سبايسي جدا. وبصراحه احنا بنعملها كان شكلها حلو قوي. من ضمن الحاجات اللي استغربتها هناك الاوردرات وهي بتطلب اصلا بتطلب بالصيني. وتالت طبق كان تانجو سوليجا، وده كان سويت اند ساور. حابب اقول لكم ان كل المنتجات اللي بيعملوا بيها اصلا صيني. كمان اكتر حاجه هتعجبكم ان النيور ميان بتتعمل فريش، ودي ميزه ان طعمها هيكون مميز جدا. وفي طبق عملناه اسمه جوزا، ده كان عباره عن عجين وجواه لحمه وتحطه في الصوص. كان طعمه حلو قوي مميز. بصراحه انا باكل نودلز كتيره، فالنودلز دي اصلا كانت طعمها حلو جدا. اما لو انت من عشاق سويت اند ساور فده مميزه قوي. لازم وانت هناك تجرب نيور ميان، لان كان طولها طويل قوي فكانت مميزه. لو